السلام عليكم، كل سنة وانتم طيبين وسنة جديدة سعيدة علينا كلنا يا رب ان شاء الله. ويا رب كل واحد مخطط لحاجة جديدة السنة دي يحققها بإذن الله، عشان ده الموسم بتاع التخطيط، وان احنا كل واحد بيشوف ايه الحاجات اللي عايز يبطلها في السنة الجديدة وايه الحاجات اللي عايز يبدأ يعملها في السنة الجديدة. السنة دي بقى ده أول فيديو لينا في 2022، ولكن احنا هنعمل حاجة مختلفة خالص، هنمشي بمبدأ من فات قديمه تاه. عشان كده في الفيديو بتاع النهارده احنا جايين نشوف عربيات كلاسيك. عربيات الكلاسيك ليها مكانة كبيرة جدا في الكار كوميونتي وسط الناس اللي بتحب العربيات، سواء في تعديل سواء في ريستورشن. كلاسيك بحر كبير جدا، هنعرف عنه حاجات كتير في الفيديو بتاع النهارده. الفيديو ده انا صورته مع كابتن كلاسيك، مكانهم في التجمع الخامس، وهتلاقوا اللينكس بتاعتهم كلها في الديسكربشن. بس قبل ما نبدا نصور عايز اقول لكم معلومه مهمه جدا، ان انا في العربيات الكلاسيك دي بلح بمعنى الكلمه. يعني اخري اعرف حاجات بسيطه جدا 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 فيهم، على عكس بقى الناس اللي هتشوفوهم في الفيديو بتاع النهارده. الناس دي يعني بتعشق الموضوع ده، بيبقوا عارفين ادق التفاصيل. في الفيديو ده هتلاقوا ديتيلز كتيره جدا، هتتصدموا من حاجات كتيره جدا، وهتشوفوا ناس يعني هيبان من حاله العربيات قد ايه هم بيحبوا الهوايه دي وقد ايه هم بيحبوا العربيات دي. ويعني موضوع متعب جدا. فبدون ما نطول في الانترو اكتر من كده، كل سنه وانتم طيبين تاني، ومتنسوش تعملوا لايك وسبسكرايب، ويا رب الفيديو يعجبكم، ويلا بينا. طبعا انا شايف العربيات دي زيكم، اخري اعرف ان العربيه دي كاديلاك وان دي شيفروليه. انما تقول لي شيفروليه ايه، هقول لك لا والله ما اعرفش. دي مثلا بونتياك، ودي مرسيدس، ودي رولز رويس. طيب دورها ايه؟ طب العربيه موديل سنه كام؟ هقول لك لا ما اعرفش والله. ما فيش غير واحده بس اللي هي دي انا عارف ان دي شيفروليه كابريس. وعرفت منين؟ عشان مكتوب عليها بالجنب كابريس. انما غير كده والله ما هعرف. العربيات دي انا كنت فاكر ان اغلبها مثلا بيبقى العربيات دي كانت مركونه او خرده، والناس هنا بتعمل لها ريستورشن وكده، وده فعلا بيحصل. لما دخلت كابتن كلاسيك من جوه لقيت ان في عربيات موديلات قديمه جدا، وهم بعد كده بيعملوا لها ريستورشن. وطبعا بيعانوا جدا عشان يجيبوا القطع بتاعه العربيات دي، لان اغلبها بيضطروا يستوردوها من بره. وعايز اقول لكم ان هي بيبقى ليها اسعار خياليه، فالموضوع مش سهل جدا. ولكن مش كلها بتبقى كده، في عربيات بيبقى متحافظ عليها من السنه بتاعتها. يعني زي العربيه اللي قدامنا دي، العربيه دي بلغه السوق فابريكا، ده دهان المصنع بتاعها. متخيلين؟ وعربيه موديل حاجه و60 او حاجه و70. فالناس دي بجد بتحب الموضوع ده، وده يعني عالم وبحر كبير جدا لو دخلنا فيه يعني هتتصدموا حرفيا. وعلى عكس برضو ما انا كنت متخيل ان العربيات دي عربيات بقى موديل ستينات وسبعينات، ما فيهاش اوبشنز، ما فيهاش اي حاجه، العربيه يا دوب بتمشي وبس. لكن اتصدمت لما عرفت ان في موديلات من دي فيها اوبشنز وفيها حاجات ما توقعتهاش خالص. زي ان في موديلات كانت بتنزل بمساعدين في الاكسدام الامامي والخلفي بتاع العربيه. متخيلين؟ بحيث ياخد الصدمه شويه او يقلل من الصدمه بتاعه العربيه لو خبطت او حاجه. وفي عربيات من دي اللي هي موديلات حاجه و60 وحاجه و70 فيها كروز كنترول وفيها شبابيك كهرباء وفيها فتيس اوتوماتيك، مش كلها مانيوال وكده. فالموضوع بجد لذيذ جدا. ولما تشوف الناس وهي بتتكلم عن العربيات بشغف، ولما تشوفهم وهم محافظين على العربيات دي رغم سنها، دي حاجه بجد تبسط جدا. اما بقى باقي الناس اللي كانت موجوده في الميتنج واصحاب العربيات دي، دول طبعا اعلم مني بكتير في الموضوع ده، وده اللي هنعرفه من مستر وحيد بعد شويه لما تشوفوه وهو بيتكلم عن العربيات دي. زي اهتمامنا احنا بالعربيات الجديده والعربيات اللي متعودين عليها وبنشوفها كل يوم. سيبكم بقى مع مستر وحيد وركزوا في كلامه كويس. الفرد الاولانيه اسمها كابريس كلاسيك، تمام. مواصفات كندي، عليها موتور اسمه رقمه 305. السعه اللتريه بتاعته 5000 سي سي. آلة بتس اوتوماتيك اسمه 204 ار، 4 نقلات اوتوماتيك، فيها كروز كنترول، تكييف وباور،
اوتوماتيك وسنتر. العربيه اللي جنبيها اسمها كاديلاك فليتود موديل 86، عليها موتور اسمه رقمه 305، السعه اللتريه بتاعته 5000 سي سي، وعليها فتيس اوتوماتيك 400 3 نقلات. جميع الكماليات ازاز كهرباء وباور وسنتر وكروز كنترول كلاسيك ستيشن واجن اللي هي الستيشن يعني. جميع الكماليات باور وتكييف واربعه ازاز كهرباء وشنطه كهرباء وكروز كنترول. تمام. موديل كام؟ موديل 86. دي فابريكا بره وجوه، ما اترشتش قبل كده ما شاء الله. اللي بعديها عربيه اسمها كاديلاك فليتود 76، عليها موتور رقمه 500، السعه اللتريه بتاعته 8200 ما شاء الله. عليها فتيس اوتوماتيك 3 نقلات فتيس 400. جميع الكماليات طبعا، وفتحه سقف كهرباء وكروز كنترول واربعه ازاز كهرباء، شنطه شفط، اريا كهرباء، جميع الكماليات. وهنا انا جه في بالي سؤال مهم جدا، هل العربيات دي انا ينفع اسوقها كل يوم؟ ما اقدرش اقول لك ينفع، لكن انا بالنسبه لي انا بستخدمها يوميا، لان انا يعني بحافظ عليها كويس قوي، حافظهم كتير جدا. تمام. انا ركبت 47 عربيه قبل ديت كابريس، وركبت كذا عربيه كاديلاك، وغالبا معظم الموديلات الحمد لله ركبتها الامريكاني لغايه سنه 89 ما شاء الله. بالنسبه بقى للموضوع الكلاسيك ليه فكر مختلف شويه عن العربيات العاديه. اكيد العربيات الجديده ديورابل اكتر، تقدر تستخدمها بسهوله كل يوم عشان زحمه الطرق واستهلاك البنزين. طبعا العربيات دي استهلاكها البنزين عالي وعالي جدا كمان. اكيد طبعا، كله اقل حاجه 500 لغايه دلوقتي يعني 5000 8200 ده 8200 سي سي. تخيل انت ممكن يعمل قد ايه مثلا في استهلاكه. العربيات ديت ليها طابع مختلف شويه، ان ما كنتش حابب الهوايه دي وعندك الصبر وعندك المقدره والى حد ما نوع من الخبره ازاي تتعامل معاها، مش هينفع تقتني عربيه من دول. انا العربيه ديت في طريقه الصيانه وطريقه استخدامها ليها طريقه مختلفه عن غير العربيات بتاعت اليومين دول طبعا، سواء من النظافه من الاستخدام، مش الجري. الجري اي عربيه صغيره 1600 سي سي تجري اكتر منها. اكيد صح. دي حاجه يونيك، حاجه مش متكرره، حاجات صح. عربيات نادره، فحبك ليها نتيجه ندرتها، نتيجه ان هي يعتبر في وقتها كانت سابقه زمانها بكتير جدا، سواء من الاوبشنز اللي فيها، سواء من الديزاين او من الراحه اللي ممكن ما تلاقيهاش في عربيات جديده. اوكي. تاني حاجه استمتاعك بيها، استمتاع تعبك فيها، ان انت لو عامل لها ريستوريشن كامل، لو واخد عربيه متهالكه وممكن تقعد 2 3 تجدد فيها. في عربيات ممكن تقعد ب3 سنين عشان تجدد فيها. بتجيب لها حاجات سواء موجوده في مصر ودي صعبه بس ممكن تكون موجوده في بعض الموديلات، او حاجات بتضطر تشتريها من بره او من على مواقع زي امازون او اي باي او الكلام ده. تمام. فمتعه الريستوريشن ليها متعه جميله جدا، خصوصا في الامريكاني. انا بحب الامريكاني جدا وما بميلش غير للامريكاني، الموديلات القديمه خاصه سبيشالي موديلات الستينات والسبعينات انا بحبها جدا. ما شاء الله. اوكي. فاي عربيه من دولت ممكن اي حد يستهين بيها، يقول لك العربيه من 15000 جنيه واي حد يركبها. لا الموضوع مش موضوع فلوس خالص. العربيات دي ليها قيمه اكتر ما حد متوقعها خالص تماما. ليه ناس بتحبها زي اي حد يبقى غاوي ليه هوايه غريبه ايا كانت الهوايه بتاعته. صح. لكن هوايه الكلاسيك هوايه متعبه وهوايه نادره، ليها بعض الاشخاص اللي عارفين قيمتها. فعشان تقتني عربيه من دولت قبل كل شيء تكون عندك من الوقت ومن الصبر ومن الحب للعربيات ديت ان انت تقدر تقتنيها. لكن هتقتنيها مجرد ان انت قاعد عربيه امريكاني وبتطلع في الافلام وبتامرك والكلام ده، لا الامريكاني مش كده خالص خالص، او الكلاسيك بمعنى صح مش كده خالص. تمام. لا يعني اتمنى ان انا بالنسبه لي تفضل الهوايه دي انا مستمر فيها واجدد من العربيه 1 و2 و3
وخاصة الموديلات اللي بقول لحضرتك عليها الستينات سبعينات، أنا من عشاق الموديلات دي. تمام. بس وأتمنى أكون يعني فدتك بأي معلومة. اكيد طبعا، شاكر جدا لحضرتك. شكرا جدا لكابتن كلاسيك على اليوم الجميل، وعشان خلوني اصور عندهم. لو انت او انتي من الناس اللي بتحب العربيات الكلاسيك او بتحب الريستورشن، انصحكم انكم تزوروا كابتن كلاسيك وتشوفوا لو عايزين تعملوا العربيات بتاعتكم هناك. ممكن كمان تعملوا لهم فولو على الانستجرام، هتلاقوا طبعا اللينكس بتاعتهم في الديسكريبشن بتاع الفيديو. وشكرا طبعا لمحمد ابن العمده، برضو انصحكم تشوفوا الستوريز بتاعته وتشوفوه هو شغال في العربيات دي او لما بيجيب عربيه جديده. وفي عربيات برضو بعد ما بيتعمل لها ريستورشن العربيات دي بتتعرض للبيع للناس الكوليكتورز والناس اللي بتحب الحاجات دي. فانصحكم برضو تدخلوا وتتفرجوا على الستوريز بتاعته وتعملوا له فولو. متنساش برضو تعمل لايك للفيديو ده وتعمل سبسكرايب للشانل لو انت مش عامل، وتشغل الجرس وكل الحاجات اللي انتوا عارفينها دي. وبتفرج على الفيديو ده كمان بالمره، اكيد هيعجبك برضو.